محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، احنا معاكم ان شاء الله النهارده في فيديو جديد جميل. تابعوا للنهايه ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن الارانب وعن الحمام اللاحم. شايفين ما شاء الله الزغلولين كبروا بسم الله ما شاء الله، وبقوا بسم الله ما شاء الله حاجه يعني تفرح ما شاء الله. ده اول زغلولين اهم طلعوا ما شاء الله المره دي. شايفين الزغلول الثاني؟ تعالوا كده نتفرج مع بعض اهو. شايفين الزغلول بسم الله ما شاء الله كبر برضه اهو بسم الله ما شاء الله، وبقى قد الام بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك. والحمامه بيضه كمان بسم الله ما شاء الله. وتحت برضه اهو شايفين بسم الله ما شاء الله. تربيه الحمام ممتعه وجميله برضه، بيضين اهم كمان. ربنا يزيد ويبارك. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الارانب وعن الحمام. الارانب في ناس بتبعت في التعليقات كتير عن موضوعات الارانب، وان احنا ازاي نعالجها، وان احنا ازاي نتعامل معاها، وان احنا ازاي نعشرها، وان احنا ازاي نتاكد ان الام اتعشرت ولا لا. تربيه الارانب على الارض سهله وبسيطه وجميله وممتعه، بس اللي يتابع ويشوف الفيديوهات من الاول ان شاء الله ويتعلم معانا. ممكن نجيب سلكه زي دي 4 عيون اهي بسم الله ما شاء الله، ونربي فيها 4 أصوص. هيبقى عندي انتاج من الحمام اللحم. الارانب برضو البلدي ممكن نربيها على الارض. الارانب السلالات ممكن نجيب بطاريه ونربيها في بلكونه، في مكان يكون بسيط عندي على السطح. اقفله واقفل السقف بتاعه وافرشه رمل، وفوق الرمل قشر. ممكن باقل التكاليف وبابسط الحاجات نربي ارانب في اي مكان. المهم ان احنا نتعامل معاهم صح. الارنبه لو عشرناها مره واثنين وثلاثه خلاص ما مسكتش استبعاد. ما استناش بعد تالت مرة، علشان انا مش هقعد اكل واشرب في الفاضي. الارنبة لقحتها مرة وما مسكتش خلاص، تانية ما مسكتش، تالتة ما مسكتش استبعدها ابيعها لحم، عشان حرام برضو ان انا اديها لاي حد تكون سلالة. استبعدها واجيب واحدة غيرها، واشتري من مكان يكون موثوق منه، من حد بيربي وعنده سلالة كويسة، من حد يكون مزرعة كويسة. انا نسيت في الاول اقول لكم ان اي حد يحب يبعت في التعليقات يبعت اللي هو عايزه ان شاء الله. يبعت اي حد يحب يسأل على الاسعار والمكان يبعت على رقم 010-6461-97771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا باذن الله. واي حد يحب يبعت اي سؤال او مشكله عنده بتواجهه في الحمام وفي الارانب يبعت على التعليقات، احنا تحت امركم ان شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله الزغلول بقى قد الام بسم الله ما شاء الله. مشكله التلقيح ان احنا لازم نلقح يكون في وقت الفجر، يكون الذكر كويس والنتايه كويسه. جربت مره واثنين وثلاثه خلاص الام ما مسكتش، بقى استبعدها وادور على غيرها واشوف حاجه تكون كويسه، واشتري من مكان يكون موثوق منه، واكل علف يكون جيد. العلف لما يكون جيد بيوفر معايا، بيخلي الخصوبة كويسة، الرضاعة كويسة، الأم بتكون كويسة معايا، والذكر يكون كويس. ده غير ان انا اكون متعلمة الجس كويس جدا. الجس ده اهم حاجة في مشروع الأرانب. لو جسيت كويس عرفت اجس، وعرفت المشكلة عندي فين، اعرف اتعامل مع الأرانب. طبعا الجس شيء مهم، شيء بسيط سهل ان احنا اتعلمناه مع بعض على القناة. اجس على 10 ايام، بعد المبتدئ طبعا يجس على 20 يوم او 15 يوم علشان يقدر يحدد واجس. والارنبة تكون جعانة علشان ما يختلفش معايا الذبل عن الخلفات بتكون هلامية شوية، ما بتكونش جامدة زي الذبل. الذبل بيبقى حجمه كله واحد. طبعا الخلفات بتبقى في ناس محترفين بيعرفوا العدد اللي الام عشار فيه. الام اتعشرت مره واثنين وثلاثه، قلنا ما مسكتش خلاص استبعاد على طول، وما اديهاش لاي حد سلاله عشان ما يبقاش حرام عليا ابيعها لحم في السوق او ابيعها لحم لاي حد، واجيب سلاله تكون كويسه من مكان كويس موثوق بيه، اكل علف كويس. كل دي اساسيات في مشروع الارنب اتكلمنا عنها. ممكن ب 5000 جنيه ابدا مشروع الارنب او ابدا مشروع الحمام اللاحم يكون كويس عندي باذن الله. اي حد يحب زي ما قلت لكم يبعت في التعليقات، احنا هنرد عليه ان شاء الله، وهنتكلم كتير في اللي انتوا عايزينه. واي تعليق بيوصل لنا بنرد عليه، مفيش تعليق بنسيبه، ولا في اي حد بنسيب عنده اي مشكله، بنساعد كل الناس باذن الله.
تربية الأرانب زي ما قلت لكم على الأرض سهلة، مش مكلفة، بسيطة. ممكن أربي في الأول أرانب بلدي أتعلم فيها، بعد كده أشتري سلالات، علشان السلالات بتبقى غالية شوية. ما اشتريش من السوق، ما اشتريش حاجة مش كويسة، اشتري حاجة تكون مكان كويس موثوق فيه، سلالة تكون جيدة، من مكان أنا عارفة إن المكان ده كويس، بيبيع حاجة نظيفة، بيبيع حاجة تكسبني، وتكون حاجة معايا كويسة بإذن الله. انا النهارده قلت اتكلم في الفيديو ده لان السؤال ده اتكرر كتير في التعليقات. الارنبه بعشرة ما بتمسكش، الارنبه عشرتها مره واثنين وثلاثه ما مسكتش، قاعده عندي بقالها كام شهر بتاكل وبتشرب وما بتمسكش، ما فيش انتاج من وراها، فاحنا نستبعدها، نبيعها لحم، نبيعها لاي حد، نذبحها احنا وناكلها احسن من ان احنا نقعد ناكل فيها ونشرب فيها. يكون عندي انتاج مثلا صغير، اخد نتائج تكون كويسه، حجمها كويس، سلاله تكون جيده، تكون كويسه معايا واشغلها واعرف. طيب الاهم حاجه في موضوع الارانب الجس مهم جدا، بيترتب عليه عوامل كتير جدا، بيترتب عليه الوقت والمجهود بتاعي، ان انا ابقى عارف اجس وعارف اشتغل ازاي علشان ما اضيعش وقتي ومجهودي والعلف في الفاضي. لان النتايه مثلا اشتغلت شويه ووقفت تاني، ماشي، اديها مثلا رفع خصوبه، اكلها علف كويس، اغير لها المكان اللي هي فيه، اشتري واحده تانية وابيعها لحم زي ما قلنا. شايفين بسم الله ما شاء الله القصه ده نايم على البيضه اهي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الحمام اللحم حنين جدا وجميل، بسم الله ما شاء الله. شايفين زي ما قلت لكم الزغاليل اللي فوق بقت، اوريها لكم اهي، كبرت وبقت بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. ده انتاج اهو بسم الله ما شاء الله، ده زغللين طالعين من تحت يعني لهم زغلول ده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويزيد يا رب للجميع. فده موضوع الفيديو النهارده، يا رب اكون وصلت لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. الارنب اللي ما ينتجش عندي اذبحه، الارنب اللي ما ينتجش عندي ابيعه في السوق واجيب مكانه حاجه تكون كويسه، ما اشتريش من السوق، ما اشتريش تربيه في السوق واقول ده الارنبه ما اشتغلتش والارنبه مش كويسه معايا. لو اشتريتها من مكان كويس وموثوق فيه ان شاء الله تشتغل وتجيب لي انتاج كويس جدا معايا، وانا اللي هستفيد وانا اللي هكسب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرزقكم من الاعجاب ويكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، نستفيد فيها كلنا مع بعض في تربيه الارانب على الارض. اي حد يحب يبعت يحب يحجز سلالات بطاريه على رقم الحاج 010-6461-9771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مننا ان شاء الله. واي حد يحب يسال في اي حاجه ان شاء الله تحت امره باذن الله في التعليقات على القناه، تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.